السلام عليكم، عاملين ايه الاخبار؟ هنوريكم النهارده تجربه عمل الدي تي اف والفرق ما بين الدي تي اف والدي تي جي. طيب لان ناس كتير سالتنا ومش عارفه ايه الفرق بينهم او بتتعامل ازاي او ازاي بينطبع الدي تي اف على الملابس. طيب مبدئيا الدي تي اف هو اختصار، معنى كلمه دي تي اف اختصار لدايركت تو فيلم. يعني ايه دايركت تو فيلم؟ يعني بتحول الديزاين بتاعك الى فيلم، الفيلم اللي هو زي كده بتحوله لحاجه زي كده اهو. دي كلها ديزاينات بتحوله لفيلم، هو ده الفيلم بتاعك، هو ده الديزاين. بيبقى مقاسه 60 في متر، ده مقاس الدي تي اف. معروف بكده ان هو ايه، لو انت مش عندك الطباعه فانت بتطبع في اي مكان مقاس 60 في متر، فبتظبط الديزاين بتاعك الى الفيلم ده. ومعنى كده اختصار دي تي اف، دايركت تو فيلم. طيب في اختصار تاني او في حاجه تانيه اللي هو الدايركت اللي هو بيطبع على طول على الملابس. وفي دي تي جي، ده اختصار لدايركت تو جارمنت، اللي هو بطبع دايركت على الملابس، باخد الديزاين او بطبع على طول على الملابس. هحاول انزل لكم فيديو للقصه دي. طيب خلينا في الدي تي اف. بعد ما بنعمل الديزاين بتاعنا للفيلم ده بنبتدي نقصقص، بنبتدي نقص الحاجه بتاعتنا. انت عشان خاطر تطبع دي تي اف لازم يكون عندك خلفيه بالمقاسات، لازم تكون بتعرف تشتغل فوتوشوب، لازم تعمل كروب. فلازم بتاخد الاول المقاس بتاعك على الهودي وبعد كده بتعمل الديزاين ده على الفوتوشوب. طيب خلينا نعمل تجربه عمليه. اول حاجه احنا هنشغل المكبس. بسم الله. بيبقى معاك مكبس زي كده موجود في السوق عند ناس كتير، تقدر تشتريه. هو سعره جديد تقريبا 6000 6,500 7000، يعني اقل من 10000 جنيه المكبس. وفي منه مستعمل ب4 وب5 وب3 والكلام ده كله. فانت بيبقى عندك المكبس وبعد كده عندك الفيلم او الديزاين اللي انت هتطبعه. احنا النهارده هنطبع حاجه اللي هو سبوتيفاي ده بتاع برشلونه اهو، هنطبعه على هودي. ومن الحاجات المهمه برضو ان الهودي يكون معالج للطباعه، مش اي حاجه. يعني في حاجات بتبقى بوليستر وحاجات بتبقى خامتها مش حلوه، وده مش هيبقى مظبوط معاك في الطباعه. فانت تعامل مع مصانع كويسه او تعامل مع هودي كويس، تقدر لما تطبع عليه الطباعه تبقى ماسكه كويس، وفي نفس الوقت الشكل العام كويس وما تطلعش بعد الغسيل. ونبه على العميل بتاعك او نبه على اللي يشتري منك انه يغسل على الظهر مش على الوش. الحاجات دي كلها مهمه التزموا بيها عشان خاطر تطلع بافضل نتيجه ممكنه. تمام. بنقصقص الديزاين بتاعنا. سبوتيفاي طبعا بنكون واخدين المقاس ومظبطين كل حاجه، واللوجو بتاع برشلونه اهو، وعلامه النايكي اهو. فاحنا هنعمل الديزاين ده على الطبيعه دلوقتي على الهودي. بنشغل المكبس وبنخلي درجه الحراره بتاعته على 180 وبنظبط الثواني على 45 ثانيه. بس انت بتشيل مثلا بعد 25 بعد 30 ثانيه بتشيل، وبتكبس كبستين. ركزوا في الكلام ده كويس لان الكلام ده مهم، هو ده اللي بيفرق ما بين طبعه والتانيه، وبيفرق بالخبره وبيفرق بالكلام ده كله. فانت هتطبع هتخلي درجه الحراره 180 وهتخلي الثواني 45، ولكن انت شيل بعد 25 ثانيه او 30 ثانيه. تمام. هتعمل كبستين مش كبسه واحده، كبستين. الكبسه الاولى 25 ثانيه، الكبسه الثانيه ممكن تعملها 20 ثانيه 15 ثانيه حسب الخامه اللي معاك. طيب احنا دلوقتي بنسخن المكبس اهو. تمام. تعالوا لما اوريكم هنعمل ايه. بصوا يا شباب، درجه الحراره هنا اهو خلوها 180 من هنا اهو، ماشي. خلوها 180 والثواني خلوها 45، وممكن تشيل بعد 25 ثانيه. تمام. وتكبس كبستين، يعني بعد ال 25 ثانيه 30 ثانيه تروح تروح شايل الهودي او شايل الحاجه اللي انت هتطبع عليها وتخليه يرتاح شويه يهدى شويه، وبعد كده تروح عامل كبسه ثانيه. تمام. بتظبطوا من هنا، هتلاقوا عندكم حاجه اسمها تمبريتشر اهي تحت اهي، دي التمبريتشر وده التايم. تمبريتشر دي الحراره وتايم ده الوقت. ده كده بتعلي وكده بتوطي، انت تعرفوا تتعاملوا معاه، الموضوع بسيط وسهل. تمام. ودي ورقه مش فاكر بصراحه اسمها ايه، ولكن هي بتتحط على الهودي وانت جاي تطبعها. هتشوف التجربه دلوقتي، ولكن برضو مفيده وهتهدي معاك الدنيا شويه عشان مش حاجه تلزق على المكبس من هنا او من تحت. هتشوفوا التجربه دلوقتي، بس انا بصراحه ناسي اسم دي خالص، مش حاضره معايا في دماغي. بتحط الحاجه، ده الديزاين بتاعك اهو اللي هو المفروض زي ما قلنا ده الفيلم بتاعك.
وبتقصقص وبتحط الحاجه زي ما انت عايز. تمام اهو. طبعا الحاجات دي انت بتكون واخد مقاسها قبل ما تطبع عشان خاطر تطلع معاك مظبوطه زي ما انت شايف كده. تمام. ده كله بيتعمل بالفوتوشوب والموضوع سهل مش صعب، سهل جدا. لو اتعاملت مره واتنين هتلاقي الموضوع بسيط معاك. ماشي. بتظبطه وبعد كده بتحطه على المكبس هنا. ماشي. هوريكم دلوقتي لما بيتحط بعد الطباعه الموضوع بيبقى عامل ازاي، ولكن انت بتحطه كده كروكي بالظبط عشان خاطر اللي هو قبل ما تكبس تبقى عارف ان الحاجه هتتحط فين، هتبقى مظبوطه ازاي، هتبقى عامله ازاي. فانت بتحطها كده كروكي في الاول. ماشي. وبعد كده بتكبس على طول، بتحطها على المكبس على طول. تمام. هوريكم دلوقتي وانا شغال. وزي ما انتم شايفين اهو درجه الحراره انا عاملها 188 لان بحط رقم 8 والتايم 45 ثانيه. بنظبط زي ما قلنا كل حاجه كروكي كده نحطها اهو. ماشي. هنحط الهودي الاول وزي ما قلت بشيل التيكت وبركبه بعد ما تخلص، بس عشان ايه الحراره ما تبوظلكش حاجه. بتحط الهود اهو. بتظبط من هنا زي من هنا يبقى مظبوط معاك. وبتستخدم مكنه زي دي او مكنه اللي هو تشيل لك الوبره، تشيل الحاجه اللي هو البهدله على الهودي بحيث ينطبع على نظافه. لكن كل الكلام من ده بيبقى بسيط، يعني هو الفكره بس ان انت تطبع على نظافه عشان الطبعه بتاعتك تبقى طالعه نقيه وكويسه اهو. دي عموما ثمنها دلوقتي 190 جنيه. لو حد عايزها يبقى ابعت لي رساله على الواتساب. تمام. بتحط الحاجه اهو سبوتيفاي. قرب شويه عشان يبقى ظاهر لهم كل حاجه اهو. وعلامه النايك اهو. هو الموضوع بسيط بالنسبه لك. بتشوف المسافه من هنا ومن هنا، لو عندك مسطره عندك اي حاجه تقيس بيها تبقى عارف المسافه قد ايه، بس بحيث تبقى الطبعه طالعه معاك مظبوطه وكويسه، مش في فروق بعيده عن بعض. تمام. ظبطت الديزاين، ظبطت الفيلم بتاعك على الهودي، بتروح حاطط الطبقه دي ومسحها كويس برضو. تمام. تحطها على الهودي بسم الله وتكبس زي ما قلت. درجة الحرارة خليها 180 والتايمر خليه 45. 45 ده يعني بعد 45 ثانية المكبس يبتدي يصفر. لو اكتر من كده ممكن بقى يحصل مشكلة، فانت الماكسيمم بتاعك خليه 45 ثانية. بعد 25 ثانية بعد 30 ثانية انا بشيل، ما بسيبوش ال 45 ثانية كمان، ولكن انت اعمله الماكسيمم بتاعك 45 عشان الهودي ما يحصلوش حاجة او الطبع يحصل لها حاجة او لا قدر الله يحصل لك اي مشكلة. انا دلوقتي هو وصل مثلا 10 ثواني انا هشيل. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. زي ما انتم شايفين كده. اعمل فوكس هنا عشان خاطر يبان لهم الحاجة. اهو. بتستنى يهدى شوية وبعد كده بتدي كبسة تانية. هو المفروض تصبر كمان شوية بس انا عشان التصوير وما نطولش قوي فايه هدي كبسة تانية على طول. ماشي اهو. اهو دي الكبسه الثانيه. ليه؟ عشان خاطر لو طالع من عندك فوارق من هنا فوارق من هنا، في حرف في حاجه ما خدتش حقها في الكبس، الكبسه الثانيه دي هتاكد لك عليها، فهتبقى انت مطمن وان شاء الله ما يحصلش حاجه. واهم حاجه زي ما قلنا الغسيل يبقى على الظهر ومن غير دعك ومن غير غساله ومن غير الكلام ده كله، عشان اي حاجه هتخربش الطباعه هتبتدي تتقطع فهتبتدي تبوظ يبقى شكلها مش كويس. تمام.
دي كده تجربه كامله. هوريكم الهودي بعد ما خلص. بسم الله. اهو. وتقفل المكبس بتاعك لانه بيسحب كهرباء كتير اهو. استنى بس لما يبرد، وبعد كده ايه شيل الحاجه اللي عليه. هو مكان الكبس هتلاقي النسيج قرب كده، هتلاقي النسيج مختلف، تحس ان هو لونين لكن هو مش لونين ولا حاجه. هو بعد معرفش باين عندكم في الكاميرا ولا لا، بعد كده بيبتدي يظبط لوحده. ده هو زي ما انتم شايفين اهو طلع اهو لوجو برشلونه، الناس اللي بتشجع برشلونه اهو. وبعد كده سبوتيفاي اهو قدام عينكم التجربه كامله. هو مش طالع احسن حاجه عشان خاطر انا مركز في التصوير، ولكن دي تجربه عشان خاطر الناس اللي بتخش تسالني وبيبقوا زعلانين ان انا ما بردش عليهم. انا مش هلاقي وقت لكل شخص اتكلم معاه، فهمتوا؟ فانا الفيديو ده عشان خاطر لكل الشباب والناس اللي بتسالني وشايفين ان انا ما عندي شويه خبره، فانا بنقول لكم الخبره دي في الفيديو ده، ودي تجربه عمليه قدام عينيكم.